في ناس بيقولوا لها إيج، وفي ناس بيقولوا لها سلطة أرمنية، وفي ناس بيقولوا لها سلطة تركية. هي بالأخير مجموعة خضار ومُضاف لإلها البرغل، وبعدين بتشكّل عنا سلطة طعمها رائع جدًا وطيبة كتير وصحية ومفيدة. يالّا خلّينا نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. مشان نحضّر أحلى سلطة إيج بدنا صحن غميق، حطيت فيه كاسة برغل، استخدمت البرغل الناعم وحطيته بدون ما أغسله. بعدها ضفت للبرغل معلقة كبيرة دبس فليفلة، كمان معلقتين كبار معجون طماطم أو دبس البندورة. بعدها ضفت معلقة كمون كبيرة، الكمون بيعطي هالسلطة نكهة كتير طيبة. وبدنا كمان معلقة شاي فليفلة مطحونة. ضفت كمان معلقة كبيرة ملح وربع كوب دبس رمان. خلّطت التوابل مع البرغل وبعدين ضفت له كاسة مَي فاترة أو مَي مغلية متل ما بتحبوا إذا كنتم مستعجلين، وتركته يرتاح حوالي نص ساعة لبين ما أقطّع خضار السلطة. بصحن غميق حطيت كوبين بقدونس مفرومين، طبعًا مغسولين كمان كتير منيح ومصفّيين، وكمان كوبين خس مفروم. وبدنا كمان نُص كوب بصل يابس مفروم، وإذا توفّر عندكم كمان نُص كوب بصل أخضر مفروم، و كوب خيار مفروم، وضِفت لإلهم كمان نُص كوب نعناع أخضر مفروم، وكمان كوب بندورة مفرومة. وبعدها ضِفت لإلهم البرغل المتبّل والمنقوع اللي سبق وجهّزناه. بعدها ضِفت ربع كوب عصير ليمون، الأفضل يكون فريش، وربع كوب زيت زيتون، وكمان بدنا ربع كوب دبس رمان. وما تنسوا الملح يكون على ذوقكم. وبعدها وصلت لأحلى مرحلة اللي هي تتبيل هالسلطة كلّها مع بعضها مع الخضار مع زيت الزيتون مع الريحة الطيبة اللي عم تطلع، بصراحة شعور ولا أروع من هيك، والألوان ولا أروع من هيك كمان. وهلأ صار وقت الحقيقة وصار وقت ندوق سلطتنا، عن جد سلطة ولا أروع من هيك ولا ألذ من هيك ولا أطيب من هيك وصحية. وبتتقدّم بكل المناسبات. فيكن تاكلوها بالخسّة وفيكن تاكلوها بالمعلقة. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا تدعمونا بمشاركة أو لايك أو تعليق، والسلام عليكم.